اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتنا لاكي ويلز. وخلينا النهارده نعمل مقارنه بسيطه ما بين الشيري اريزو موديل 26 ونيسان صاني موديل 26 برضو اللي حصل عليها تقليل في السعر بتاعها من اول النهارده. خلينا نبدا بالشيري اريزو موديل 26. الاختلاف طبعا في الشبكه الاماميه، هو نفس الاضاءات، الجنط بتاعها مقاس 16، بس اختلف طبعا في الشكل. شكلها بقى هجومي واشيك بكتير من الموديل القديم. طبعا العربيه الاختلافات الخارجيه مش كبيره، لكن الاختلاف من جوه هو الاكبر. شكل التابلو اتغير طبعا، والطاره بقت شكلها اشيك، جلد طبعا، والفرش كله بالكامل جلد. طبعا العربيه اللي امامنا دي هي اوتوماتيك بيز لاين، التكييف بتاعها تاتش بقى اشيك واقرب كمان للتيجو 7 برو. العربيه بقى حلوه قوي من جوه، وتصميمها كمان جميل جدا. مساحات العربيه دي من جوه كويسه جدا، العربيه دي ممتازه وتنفع انها تعتبر عائليه، وكمان تنفع لاي حد يقدر يشتغل عليها اوبر وكريم. مساحه الشنطه كمان واسعه. العربيه اللي قدامنا دي البيز لاين. البيز لاين بتتقدم بسنسور خلفي ومتحكم طاره ومثبت سرعه وفرش جلد، وكمان اشارات في المرايات وجانت سبور 16. الفئه الهاي لاين بتزيد فيها فتحه السقف والشاشه والكاميرا فقط، ودي تعتبر اغلب الاوبشن او المواصفات بتاعه الشيري اريزو موديل 26. طبعا العربيه دي تتقدم بثلاث فئات. اول فئه مانيوال، ودي تتراوح سعرها 670 680 تقريبا، والفئه الثانيه بتتراوح سعرها 740 35، والفئه الثالثه اللي هي اعلى فئه 755. دي اسعار العربيات الرسميه بتاعتها تقريبا. ويلا بينا نتفرج على النيسان صاني اللي احنا كلنا عارفينها. النيسان صاني النهارده حصل عليها بتاريخ 1/10/26 تخفيضات تصل الى 50,000 في الفئه الاعلى. الفئه اللي موجوده دلوقتي هي الفئه اللي هي البيزك، اللي هي اول فئه اوتوماتيك. العربيه دي بتتقدم طبعا بجانت طاسه مقاس 15، عربيه بيزك خالص ما فيهاش فاميه، لكن عربيه مناسبه جدا للي بيدور على سعر اقل في العربيه. العربيه دي السعر بتاعها بدل 745 اصبح 695. البيز لاين اول فئه في النيسان صاني. تعالوا بينا نتفرج عليها رغم ان احنا عارفينها كلنا. فرش طبعا قماش، عربيه حلوه قوي، يعني داخليه بسيطه لكن عربيه سعرها ممتاز في الفئه السعريه دي. هل هي تعتبر افضل من البروتون ساجا ولا لا؟ لان البروتون ساجا طبعا بتتقدم 670. طبعا هي تعتبر افضل من حيث المساحه الداخليه وكمان الموتور. العربيه دي بتنزل بموتور 1500، البروتون ساجا بتنزل 1300. ده غير ان مساحات الشنطه كمان العربيه بتتقدم بمساحه كنبه اوسع، عربيه اعلى عن الارض، ففيها افضليه عن البروتون ساجا. طيب النيسان صاني الفئه الاولى احنا اتفرجنا عليها، اللي جنبها على طول هي تعتبر الفئه الثانيه. العربيه دي بتزيد عن الفئه الاولى الجانت طبعا والفاميه والسبويلر والكاميرا الخلفيه، وطبعا المالتي فانكشن او التحكم في الطاره. طبعا العربيه النيسان صاني كلنا عارفين ان هي بتنزل طبعا بثلاث فئات. اول فئه بقت ب 695 زي ما احنا قلنا بدل 745، والفئه الثانيه كمان بقت ب 760 بدل 780، واعلى فئه ب 795 بدل 810. دي تعتبر اسعار العربيات الثلاثه بتاريخ 1/10/25. ده التحديث بتاع الاسعار بتاعت نيسان صاني. وكده يبقى عملنا مقارنه بسيطه ما بين شكل الشيري اريزو 5 الفيس ليفت موديل 26 وكمان نيسان صاني ما بينهم وبين الاسعار بتاعتهم. والاثنين طبعا تقفيل محلي. دي تبع غبور اللي هي الشيري اريزو تبع غبور طبعا بضمان 5 سنين او 100,000 كيلو، وكمان النيسان صاني تبع كذا توكيل السبع وغيره. بكده انا اكون عملت اللي عليا وقدمت لك العربيتين الشيري اريزو ونيسان صاني في اكستريم اوتو فرع المعادي. لو محتاج تعرف تفاصيل اكتر عن انظمه التقسيط والكاش باك او تعرف سعر الكاش لو انت محتاج تشتريها، ما تنساش وما تترددش تتواصل معايا. انا محمد عادل،
او وهسيب لك رقمي في الديسكربشن او تزورنا في الفرع. سلام.